يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده روتين جديد ويوم جديد، رب يكون مليان بالخير والنشاط والطاقة وكل حاجة حلوة. النهارده الجمعة والخطب شغالة زي ما انتوا شايفين وسامعين. ربنا يجعلها جمعة الخير والسعادة عليكم يا رب وعلى قلوبكم وعلى كل المسلمين، امين يا رب العالمين. طلعت البلكونة شوية، الشمس يعني مغيمة شوية شوية، بتغيم وشوية بتفتح. بحب الجو ده قوي. امبارح بالليل الدنيا مطرت شوية بالليل، يعني كام نقطة كده، احنا عندنا في الصعيد ما بتمطرش كتير، فيعني بالنسبة لنا الكام نقطة دول ايه حكاية. ربنا يجعله صيبا نافعا يا رب، اللهم امين. وبعد كده دخلت على الشقة. الصالة زي ما انتوا شايفينها كده، كانوا العيال مبهدلينها ومكركبينها، وكنت لما الغسيل بتاع حماية من بالليل لما الدنيا مطرت وملحقتش اطبقه، فقعدت عليه علشان بقى اطبقه وانزلهوله وكده. طبعًا إيه، يعني أول ما تصحي كده ابدئي يومِك بأي حاجة عشان تتشجّعي. لو فضلتِ كسلانة ونايمة في السرير أو قاعدة ومش قادرة تعملي حاجة، بجد هتقعدي اليوم كلّه كسلانة ومش هتقدري تعملي أي حاجة، عن تجربة يعني. فأنا أول ما قُمت من النوم بدأت شغل على طول. قُمت متأخرة لإني كنت سهرانة شوية بالليل، كانت يعني بنتي سهرانة معايا الصغيرة، وكانوا الولاد فطروا، وبعد كده أنا حتى ما كنتش فطرت ولا أي حاجة وما ليش نِفْس. فقُلت أدخل كده على شغلي على طول. بدأت بالغسيل علشان كنت عايزة أوضّب الصالة زي ما أنتم شايفينها مكركبة ومبهدلة، باحب أبدأ بيها هي الأول لإن هي دايمًا بتبقى خفيفة، لإن هي ما عليهاش ضغط ومش بنقعد فيها كتير، ومش باخلّي الولاد يبهدلوا فيها كتير، فدايمًا بيبقى توضيبها سهل يعني، طالما إني فرشاها ومغيّرة الفرش بتاع الأنتريه وكده. يا دوب لو فيها كراكيب أو حاجة باشيلها، وبادّي كام تفضيلة كده للأنتريه من التراب ومن أي حاجة عليه، وباسوي لو في حاجة متخربطة، الفرش بتاع الأنتريه مش متضبّط، باحاول إن أنا أضبّطه عشان تبقى إيه حلوة كده ومترتبة. وباخلص منها هي الأول خالص، علشان بعد كده يعني أدخل على الشغل التقيل. لو عملتِ الحاجة التقيلة الأول تلاقي نفسِك تعبانة ومش قادرة إن أنتِ تكمّلي. أو مثلًا إحنا دلوقتي عملنا الصالة هي خفيفة وما خدتش وقت، فهتحسّي إن أنتِ أنجزتِ خلاص، إحنا مثلًا خلصنا من الصالة مش ورانا حاجة غير مثلًا المطبخ أو أوضة تانية ورانا، زي كده يعني. فزي ما باقول لكم عشان كده باحب أبدأ بيها الأول. فزي ما قُلت لكم نفّضت الأنتريه كده تنفيضة على السريع، وسويت المخدات والفرش بتاع الأنتريه وكنست الأرض وكده، وكانت كده يعني تمام. عايزة أقول لِك حاجة، لو أنتِ مثلًا عايزة تنضّفي شقتِك، بلاش إن أنتِ تنضّفيها كلّها في يوم واحد، لو أنتِ يعني مش هتقدري أو تعبانة أو كده، فحاولي إن أنتِ ما تنضّفيهاش مرّة واحدة، يعني مثلًا يوم نضّفي أوضة النوم، يوم تاني نضّفي الصالة، يوم نضّفي أوضة الأطفال، لإن إحنا مش بيبقى ورانا التنضيف وبس، بيبقى في مطبخ. يعني إيه مطبخ؟ يعني غسيل مواعين معاكِ ما بيخلصش، يعني هتعملي أكل ليكِ وللولاد. يعني مثلًا كل شوية ماما جعانين، يا ماما مش عارف إيه، فاللي هو إيه، المطبخ لوحده حكاية وموال. فعشان كده باقول لِك هيبقى اليوم تقيل عليكِ لو أنتِ خدتِ المطبخ والمواعين والأكل وكده، مع تنضيف الشقة بالكامل، هتلاقي نفسِك تعبتِ وأجهدتِ زيادة عن اللزوم. فعلشان كده باقول لِك حاولي تاخدي كل حاجة في يوم مع المطبخ، لإن المطبخ طبعًا يوميًا ده حاجة أساسية ما بنقدرش نستغنى عنها، المطبخ يوميًا والمواعين، دي حاجة معروفة.
إلا إذا مثلًا لو الشقة نضيفة، يعني مش عايزة تنضيف عميق، يعني أنتِ هترتّبي كده زي ما أنا عملت في الصالة، مثلًا في الأوض مغيّرة الملايات، ما فيش حاجة غير إن أنتِ هتشيلي الكراكيب كده أكون مرمّيينها العيال، شوية هدوم مش عارف إيه، وتكنسي كده على السريع، تمام، ممكن عادي تعملي الكلام ده في يوم واحد عادي جدًا. لكن أنا باتكلّم عن إنِّك لو أنتِ هتنضّفي تنضيف عميق وتغيّري وتمسحي وتلمّعي والكلام ده كله يعني ده هيبقى صعب عليكِ، إلا لو أنتِ يعني تقدري وربنا مدّيكِ الصحة يبقى تمام، بس أنا باكلّم كده الناس اللي ممكن يعني تبقى مكسّلة تعمل الحاجة أو مثلًا تعبانة فمش قادرة تعمل الحاجة مرّة واحدة، فدي نصيحتي يعني ليهم عشان يقدروا يخلّصوا الحاجة اللي وراهم من غير ما يتعبوا. فبجد يعني حاولي إن أنتِ تنفّذي الطريقة دي أو تعمليها، هتلاقي نفسِك ارتحتِ كتير وخفّفتِ عبء من عليكِ، وفي نفس الوقت هتلاقي شقتِك دايمًا نضيفة ومترتبة، لإن أنتِ مثلًا لو أنتِ عاوزة تنضّفي الشقة مرّة واحدة تلاقي نفسِك طبعًا الأولوية للأكل والمطبخ والمواعين، فعلى بال ما هتخلّصي أكل وتغسلي مواعين وتخلّصي كل حاجة وتخرجي عشان تنضّفي الشقة هتلاقي نفسِك مش قادرة. يعني إيه مثلًا أنا هاقوم أجيب الشقة عليها وأطيها، هتحسّي نَفْسِك تعبانة فمش هتقدري. ويعلم ما يدور فيما يدور في خاطرك. فبكده يا حلوين هتسيبي شقتِك هتبقى مش نضيفة ومش قادرة تخلّصيها ومش قادرة تلمّي الدنيا، وهتفضل متراكمة عليكِ وهتبقى مشكلة طبعًا. المهم بقى أنا زي ما أنتم شُفتوا خلّصت توضيب الصالة ورتّبتها، وكمان كنت حاطة دور في الغسالة خرّجته في البلكونة علشان أنشره وحطيت مكانه طبعًا الغسيل دورة ما بتخلصش الحمد لله على كل حال. وخرجت بقى علشان أنشر الغسيل، كانت لسه الأذانات شغّالة برّه والخُطَب وكده، ويوم الجمعة ده بيبقى يوم حلو كده وكُلّه نفحات ربانية، وبيبقى يوم كده يعني بتحسّي إن هو يوم مختلف غير أي يوم، بتبقى الدنيا كده حواليكِ يعني عايزة أقول لكم إن نشر الهدوم بالنهار مختلف تمامًا عن بالليل، يعني في البرد خصوصًا في البرد، في الصيف ممكن أقول لِك حلو إن أنتِ تنشري بالليل عشان الجو يبقى طراوة وكده، إنما في الشتا كنت في أول الشتا كنت باسيب الهدوم ما انشرهاش إلا بالليل، يعني كنت باتشغل في المطبخ مثلًا، باتشغل في الشقة في أي حاجة، والاقي المغرب أذّن عليَّ والوقت فاتني، والمهم إن النشر يفضل لليل، المهم أنشر في الليل في عز البرد، فكنت باتجمد بصراحة، وكنت كارهة إن أنا أنشر هدوم. بعد كده رتّبت وقتي وبقيت أصحى بدري شوية، وفي نفس الوقت يعني لو ورايا غسيل بانشره هو الأول واسيب أي حاجة تانية بعدين، والمهم إن أنا أخلص منه بالنهار، ودي كانت نصيحة أمي الله يديها الصحة، قالت لي: "ما ينفعش إن أنتِ تنشري في البرد ده في الليل هتتعبي وتعيي حاولي إن أنتِ تغسلي بالنهار وتنشري، حتى لو غسلتِ بالليل اصبحي الصبح انشري الصبح، يعني في الدفا برضه، فبقيت فعلًا باعمل كده، بقيت ممكن أغسل بالليل دور مثلًا وأصحى الصبح أقوم ناشراه على طول وأحط غيره، المهم إن أنا أخلّص نشر يعني بالنهار، بقى نادرًا لمّا يفضل معايا دور وكده أنشره بالليل، بيبقى سهل برضه وخفيف، ف فبجد يعني فرق معايا جدًا. نشرت بقى الدور في البلكونة ودخلت تاني علشان أطبّق تاني، ما إحنا قُلنا إن الهدوم ما بتخلصش والغسيل ما بيخلصش، أنا عايزة أقول لكم إن الفترة اللي فاتت اتبهدلت في الغسيل، كان الغسيل متراكم عليَّ بدرجة فظيعة بسبب إن أنا رُحت بيت أهلي، ولمّا جيت كانوا الولاد تعبانين وكده وعمّالة باغيّر ملايات وأغيّر هدوم، وغير الهدوم اللي أنا جايباها معايا عايزة تتغسل، وكانت مدعكة هدوم، كنت حاسة نفسي إن أنا في سوق، فالحمد لله بدأت إن أنا أفوق كده، وبدأت الهدوم تخف ويعني والحمد لله أنجزت يعني، الحمد لله على كل حال.
بس لمّا تطبّقي الهدوم أول بأول، أول ما تاخديها من على الحبل بتبقى سهلة جدًا وبتبقى سريعة وما بتحسّيش بيها. شايفين أنا بسرعة خلّصت الدور وشيلته في الدولاب، إنّما لو فضل على السرير كنت هاجيب عليه تاني من البلكونة وهيفضل يكتر، يكتر لحد ما يبقى هرم ونِفسي تتسد منّه وما أقدرش أنشره. أحيانًا بيحصل معايا كده، أمّا لو خدته أول بأول بصراحة بيبقى سهل جدًا وبسيط. في وسط زحام يومنا وفي وسط شغلنا وفي وسط ولادنا ما ينفعش ننسى فرضنا وننسى ربنا، ده أهم من أي حاجة. كان الضهر أذن طبعًا ضهر الجمعة، فصليت الحمد لله، وبعد ما صليت جبت المصحف بتاعي وقعدت عشان أقرا سورة الكهف. طبعًا سورة الكهف يوم الجمعة يعني حاجة مهمة جدًا، يا ريت، يا ريت ما تفوّتوهاش يا جماعة، بجد جميلة وهتريّحكم والله لو داومتوا عليها هتحسّوا براحة نفسية رهيبة. وهي بتكون نور ليكِ ما بين الجمعتين، و واللي بيقرأها بيعصم من المسيح الدجال، واللي بيحفظ أول 10 آيات فيها بيعصم من المسيح الدجال. يعني هي بجد كويسة جدًا، حاولوا إن أنتم تواظبوا عليها. الحمد لله ربنا يدومها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. خلّصت قراءة وخلّصت صلاة الحمد لله رب العالمين، وهادخل بقى على المطبخ علشان أكمّل باقي اللي ورايا. أول ما دخلت المطبخ اتصدمت قعدت أعيّط إيه المنظر ده، لمّيت المواعين والكراكيب كلّها وقعدت طبعًا علشان أغسل، خلاص بقى دور شغّلت بقى المَيّة المواعين جه. السخنة بتاعتي الجميلة ربنا ما يحرمناش منها، وجِبت حتّة سلكة ناعمة وحطيت البريل ورغيت الدنيا واشتغلت بقى غسيل. لمّا بيكون في أطباق stainless طبعًا أنا باستخدم الأطباق الstainless في تسخين الأكل. باستخدمها مثلًا للولاد علشان ما ينفعش ياكلوا في الصيني أو في الإزاز علشان هيكسّروه. فأنا باستخدم لهم الأطباق الstainless. فطبعًا لمّا بيكون في أطباق stainless أو ألمونيوم أو حاجات ألمونيوم يعني في وسط المواعين، لازم أستخدم السلكة الناعمة دي، لإن الإسبونجة مثلًا أو أي حاجة تانية ما بتنفعش، ما باحسّهاش إن هي بتنضّف بصراحة. ممكن تنفع في الأطباق الصيني والإزاز والسيراميك والتيفال والحاجات دي بتبقى تمام، إنّما في الstainless والألمونيوم ما بتنضّفش كويس. الstainless بيلمع كده وينضف أول ما بنستخدم معاه السلكة، والألمونيوم برضه ما بيتلمّعش إلا بالسلكة. طبعًا إحنا عارفين إن غسيل الألمونيوم هَدِّة حيل وتعب وكده، بس يعني أحسن إن أنتِ تنضّفيه وتلمّعيه علشان يبقى حلو ونضيف، ونِفسِك تبقى مفتوحة إن أنتِ تشتغلي فيه وتستخدميه. طبعًا مهما جبنا صواني تيفال وبايركس والكلام ده كلّه، بس ما بنقدرش نستغنى عن الألمونيوم في المطبخ، بنحتاجه في أي حاجة. فلمّا بيكون مغسول كويس ومتلمّع ونضيف، نِفسِك بتبقى مفتوحة إن أنتِ تستخدميه تطبخي فيه أو تعملي فيه أي حاجة. خلاص يا جماعة رمضان على الأبواب، كل سنة وأنتم طيبين يا رب، وربنا يجعله رمضان الخير والسعد والهنا عليكم وعلى قلوبكم يا رب العالمين. يعني إن شاء الله نبدأ تنظيفات رمضان قريب، بس أنا مش مستعجلة عليها دلوقتي لإني حاسة إن لسه الوقت يعني في ناس بدأت من شهر ومن 2، بس أنا باحس إن لأ، طب ما هيدخل علينا رمضان وكل اللي إحنا عملناه هيكون اتبهدل تاني وهتحتاجي تعملي تاني. فأنا باحب أخلّي التنضيفات اللي هي قبل رمضان دي أو التجهيزات يعني قبل رمضان على الأقل ب15 يوم. بس تقريبًا دلوقتي كويس إن إحنا نبدأ، خلاص قرّبنا نكمّل 10 أيام في شعبان، وشعبان بيجري بسرعة، بسرعة البرق، ما بنحسّش بيه، بيخلص بسرعة وبنبُص نلاقي رمضان فوق دماغنا. فالمفروض إن أنا بافكّر إن أنا أبدأ أجهّز دلوقتي شوية حاجات ورايا. بس المشكلة إن أنا تعبت يعني يومين كده ويعني وخدت دور برد شديد، يعني أخّرني عن كل حاجة. فإن شاء الله هنحاول الفترة اللي جاية إن إحنا نبدأ تنضيفات رمضان
وتجهيزات رمضان، وهنفرّز كده شوية حاجات. أنا بافرّز شوية حاجات كده على قدّي، لإن ما عنديش فريزر كبير، فإن شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ونجيب. فباعمل على قد يعني المكان بتاعي. أنتِ لو عندِك فريزر كبير حاولي تجمّدي وتفرّزي وتعملي كل اللي تقدري عليه، لإن في رمضان الناس بتبقى تعبانة ومش قادرة وما فيهاش حيل، فأي حاجة هتكوني مجهّزاها هتريّحِك جدًا في وقفتِك في المطبخ، وفي نفس الوقت نبقى متفرّغين إن إحنا نقرا قرآن، إن إحنا نصلّي، ما نبقاش بس مشغولين بالمطبخ والأكل والطبيخ والكلام ده ونسيب العبادة. رمضان اتعمل للعبادة مش عشان الأكل والشرب. فعشان كده باقول لِك لو أنتِ مفرّزة شوية حاجات ومجهّزاهم للأكل، هيبقى مسهّل عليكِ كتير في وقفتِك في المطبخ، وهتنجزي ومش هتاخدي وقت، عشان تريّحي نفسِك من التعب عشان الصيام وكده، وفي نفس الوقت باقول لِك علشان يبقى عندِك وقت وعندِك يوم فاضي إن أنتِ تقري قرآن وإن أنتِ تصلّي وكده. إن شاء الله ربنا يبلّغنا رمضان يا رب على خير، ويجعله رمضان الخير والبركة علينا أجمعين إن شاء الله يا رب. خلاص بقى أنا خلّصت المواعين وغسلت الحيطان كده حوالين الحوض غسلة على السريعة والحنفية والكلام ده كلّه. زي ما إحنا متفقين الحاجات دي ضرورية جدًا لازم تتغسل وتتنضّف زيّها زي المواعين وزي الحوض، علشان ما يعني تبقى دايمًا كده نضيفة وبتلمع وما فيهاش أي حاجة مش لطيفة. أنا بصراحة ما باحسّش نَفْسي إن أنا غسلت مواعين ونضّفت الحوض والمطبخ غير لمّا أعمل كده وأغسل الحنفية وأشوفها بتلمع كده قدّامي، وأي بُقعة أو أي علامة ظاهرة في المكان بتضايقني، وباحس إن المكان مش نضيف. الحمد لله باحاول على قد ما أقدر إن أنا أغسل دي وألمّع دي وأنضّف دي طول ما أنا واقفة في المطبخ. ربنا يعيننا يا رب ويقوينا. في متابعة جميلة سألتني عن الخرطوم الأبيض ده اللي متوصّل في الحوض. ده يا جماعة بتاع الفلتر بتاع المَيّة. بتوصّل على مَيّة الصرف بتاعة الحوض علشان بتنزّل المَيّة اللي متفلترة، اللي مش نضيفة يعني. خلاص كده أنا خلّصت المواعين وخلّصت المطبخ ولمّعت ومسحت الأرض وتقريبًا يومي خلص. ما تنسوش بقى تعملي لايك للفيديو، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع ألف، ألف سلامة. أترككم في رعاية الله.